كثر الحديث في هذه الأيام عن فكرة إمكانية فحص ال DNA لتحديد الأنساب القديمة، وقد نالت رواجا بين الناس معتقدين أنها من العلوم التي يمكن أن تخدم الناس في تحديد أنساب قبائلهم وعائلتهم. ولكن هل قال أهل العلم والاختصاص بإمكانية تحديد أنساب القبائل القديمة من خلال ال DNA؟ فلندع أهل العلم والاختصاص يجيبون عن هذا السؤال. أولا، شركة فاميلي تري المتخصصة بفحص الحمض النووي. بعد مراسلة شركة فاميلي تري وسؤالها عن إمكانية تحديد أنساب القبائل القديمة، كان جوابها: لا يوجد لدينا فحوصات تحدد أنساب القبائل القديمة. وهذا تصريح رسمي من شركة فاميلي تري لفحص الحمض النووي نشرته على موقع مجلتها الرسمي فاميلي تري ماجازين، ينص على أن فحص الكروموسوم الذكري YDNA يمكنه تحديد الأصول حتى الجيل العاشر، والجيل يتراوح بين 20 إلى 30 عام والمتوسط 25 عام. وهذا يعني أن الشركة غير متأكدة أن بإمكان الفحص تحديد الأسلاف قبل 250 عام. ولكن لماذا الجيل العاشر؟ لماذا لم يقولوا حتى الجيل ال15 أو ال20 أو ال50 مثلا؟ السبب أن القوانين في البلاد الأجنبية حازمة بهذا الخصوص جدا، وتعتبر ذلك تحايل على العلم. لهذا تجعل هذه الشركات الأمر مشوش ومرن حتى يستطيعوا التملص من أي إجراءات قضائية ضدهم. ولو فرضنا أن الفحص يحدد على الأقل 10 أجيال فعلا، فعدم تحديد عدد الأجيال على الأكثر يدل على أن الشركة ليست متأكدة أنها تستطيع تحديد أكثر من 10 أجيال. وهذا يعني أن ادعاء معرفة الأسلاف الذين قبل السلف السابع أو الثامن يعد مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة. ثانيا، تقرير صادر عن العالمة في جينولوجيا الحمض النووي الفرنسية ناتالي جوفانوفيتش بعنوان: هل اختبارات الحمض النووي موثوقة؟ وهي مختصة في علم جينولوجيا الحمض النووي، ومؤسسة ومديرة جمعية DNA باس، ومؤلفة كتاب الحمض النووي أداة في علم الأنساب، حيث تقول في تقريرها بأن فحوصات الحمض النووي للأنساب البعيدة يعد مجرد عروض تجارية تقدمها معامل تحليل عينات الحمض النووي، وأن هذه الفحوصات لها علاقة بتحديد الجغرافيا أكثر من علاقتها بتحديد الأنساب. ومما قالته أيضا أننا يمكننا استكشاف جينات 8 أجيال سابقة، أي حوالي 200 إلى 250 سنة فقط، وأن الطريقة العلمية الأكثر قابلية للتطبيق هي الحصول على الحمض النووي للأشخاص الذين عاشوا قبل 200 إلى 250 سنة لتحديد موقعهم على خريطة جغرافية، أي يجب نبش القبور، وهذا محرم في شريعتنا الإسلامية. ثم نقارن الجينات الحالية بهذه الجينات القديمة لوضعها في أصول جغرافية من سلفنا وموقعه في وقت ولادته، لكن المختبرات تستخدم جينات الحالية لتحديد موقعها على خريطة جغرافية حالية فقط، غير أن عددا كبيرا من علماء الأنساب يأخذونها حرفيا بسبب الخطابات التجارية للمختبرات التي لا تفسر تعقيد الموضوع. وهي هنا تريد القول أن مختبرات شركة فحص الحمض النووي غايتها تجارية وكسب الأموال، وأن المهتمين بالأنساب يأخذونها حرفيا دون تحقق. ثالثا، دراسة مهمة جدا تمت بالتعاون بين جامعة بيزا الإيطالية وجامعة الجزيرة السودانية، كانت نتيجتها أن تحليل الحمض النووي غير مناسب لتحديد الأنساب، ولا يوجد ما يدعمه علميا بسبب صعوبة ربط التغيرات المناخية بالأحداث الديموغرافية والاجتماعية والثقافية البشرية التي نادرا ما تم توثيقها في السجل الآثاري. كما أكدت الدراسة أن ما يدعيه أصحاب السلالة J1 أن سلالتهم هي سلالة العرب واليهود الكوهينيم ليس صحيحا، ولا يوجد ما يثبته علميا. كما أن السلالة J1 ليست حكرا على العرب والكوهينيم، فهي تنتشر بكثافة في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي
وأثيوبيا وداغستان والسودان وقطر واليمن وغيرها من الدول. رابعا، نشر موقع ذا نيويورك تايمز عن أحد مرضى اللوكيميا يكتشف أن الحمض النووي لأحد المتبرعين بالدم قد انتقل إلى أجزاء من جسده وإلى سائله المنوي. بعد 3 أشهر من زراعة الخلايا الجذعية لمصاب باللوكيميا، تفاجأ كريس بأن الحمض النووي في دمه قد تغير، وبعد 4 سنوات من عملية الزراعة للخلايا الجذعية اكتشف أن الحمض النووي من المتبرع قد وصل إلى شفتيه وخدوده ولسانه عند أخذ العينات منه، وكانت النسبة تزداد على مدى ال4 سنوات التي تم فحصه خلالها، مما سيؤدي إلى تغير حمضه النووي كاملا مع مرور الوقت. خامسا، خبر نشرته المسؤولة في الجمعية الدولية للدراسات الجينية ISOGG والعضو في شركة فاميلي تري السيدة ديبي كينيت بتغريدة على حسابها تويتر تقول فيها: وهذه شركة أخرى لفحص الحمض النووي تفشل بالتمييز بين الكلاب والبشر، حيث أنه تم فحص الحمض النووي لكلب فظهرت نتيجته على سلالة بشرية تخص الأمريكيين الأصليين وتم تصنيفه كعنصر بشري. سادسا، رفضت المؤسسات العلمية والأكاديمية فكرة فحص DNA للأنساب البعيدة التي طرحها الروسي البروفيسور أناتولي كليوسوف، واعتبرته علما زائفا. أفلام السابقة استندت لأدلة علمية واسترشدت بأبحاث جهابذة المختصين في علم الجينات والبصمة الوراثية، والذين أكدوا أن تحديد الأنساب القديمة من خلال فحص DNA يعد مجرد كذبة سخيفة وتحايل على العلم. والمؤسف أن نرى ونسمع أن من أبناء أمتنا العربية والإسلامية من تلقف هذه الكذبة وبذل في ترويجها بين الناس على أنها حقيقة.